في الفيديو اللي فات حكينا حكاية ليلة الحارس، بس هل كانت النهاية مقنعة على كده ولا الفيلم خلانا نسأل أسئلة كتيرة وبقينا محتارين في إجابتها؟ ناس كتير سألت إيه اللي حصل في سيوة سنة 1982 وليه يوسف كان بيشوف خيالات، والسؤال الأبرز هل الطفل عمر مات فعلا ولا لأ؟ طب وموت شيري كان قضاء وقدر ولا بتدبير مخطط؟ النهارده في حوت الأفلام هنربط كل الخيوط دي ببعضها وهنشرح اللي الفيلم قاله بين السطور. بس يلا اعملوا لايك وسبسكرايب بسرعة للقناة علشان يجيلك كل جديد. علشان نفهم اللي حصل ليوسف وفريدة سنة 2012 لازم نروح لأصل الحكاية في سيوة سنة 1982، وإن كمال هو الطفل اللي أنجبه الشيطان، وكمان ده كان البداية لدايرة شيطانية كبيرة. الفيلم بيقول لنا إن الحارس ما بيختفيش لكن هو بس بينتظر الوريث، والانتقال اللي شفتوه في الملخص بين السنين ده ما كانش عشوائي، ده كان تمهيد لظهور الوريث الجديد. الشيطان كان بيجهز الأرض للي يحصل بعد 30 سنة، وزي ما قلنا في الملخص هو بينتظر البنت اللي يوم ميلادها هو نفس يوم ميلاد الحارس، وطبعا هنا البنت ديت كانت فريدة. نرجع لكمال اللي هو ما كانش شخص عادي، لا ده كان خادم لكيان مرعب اسمه الحارس، وعنده قدرة على تزييف الواقع وانه يوهمك بحاجات مش حقيقية، زي ما قدر يوهم يوسف وفريدة بموت طفلهم عمر ودفنه علشان يوصلهم لأقصى مراحل اليأس، لأن الشيطان في الأفلام بيتغذى على يأس البطل من الدنيا. ولما يوسف وفريدة فقدوا الأمل تماما بقوا عجينة سهلة في إيد كمال علشان يكمل طقوسه. يعني احتمال كبير يكون الطفل عمر ما ماتش جسديا لكنهم شافوه بيموت ودفنوه بإيديهم كنوع من السحر أو الوهم الشيطاني علشان ما يقدروش يقاوموه، وكمان خلى يوسف يشعر بالذنب في إن هو سبب في موت ابنه. وعلشان كده لما عمر رجع في آخر الفيلم رجع علشان يكون هو البوابة اللي الحارس هيدخل منها المليكة، وإن الحارس ما بيكتفيش بواحد، هو عايز يسيطر على النسل كله. ممكن يكون في تفسير تاني لمشهد موت الطفل، هو إن الفيلم عايز يوصل لنا إن الموت نفسه ما قدرش يوقف ليلة الحارس، وإن دفن الطفل كان نهاية طفلهم البشري، لكن ظهوره تاني هو ولادة الكيان اللي رجع من القبر، مش الطفل اللي يوسف وفريدة يعرفوه. اللي رجع الحارس في صورة طفل، وبقى الحارس مع فريدة في كل خطوة. حتى لما راحت للشيخ، الشيخ انهزم لأن قوة الكيان كانت أقوى من إيمان أو تحصين المكان اللي هم فيه، وهو كان معاها في صورة طاقة أو طيف زي ما شفنا في الفيلم يسيطر على المكان كله. وإن الحارس كان عايز يوصل رسالة لفريدة إن مفيش مكان في الأرض هيحميكي مني يا فريدة. ونروح بقى لشيري اللي هي أسماء جلال، وهنا بنسأل سؤال مهم جدا، هل موتها في حادثة وهي رايحة تنقذ يوسف وفريدة ده كان قضاء وقدر ولا مخطط شيطاني؟ الحقيقة في عالم الحارس مفيش حاجة اسمها صدفة، شيري كانت صوت العقل والوحيدة اللي قدرت تفهم إن في حاجة غلط، علشان كده كان لازم الشيطان يزحها من طريقه، وإن موتها كان جزء من طقوس العزل، لأن الشيطان بيحب يخلي ضحيته وحيدة تماما علشان يقدر يسيطر عليها، وشيري كانت هي العقبة الأخيرة اللي لازم تزول. ونروح بقى لبطل الفيلم أحمد الفيشاوي أو يوسف، هو كان راجل منطقي ما عندوش حاجة اسمها خيالات أو تهيؤات أو سحر، وإن كل حاجة ليها سبب، ورغم كده قدر كمال يوهمه بإنه تعبان، وبيشوف إن لما الخطر قرب من ابنه بدأ يفوق وبدأت غريزة الأب تشتغل، وبدأ يربط بين كلام كمال وبين اللي بيشوفه، وفهم إن اللعبة أكبر من مجرد هلاوس. بس للأسف فاق متأخر بعد ما كل حاجة قربت تنتهي. وفي نهاية الفيلم بنشوف فريدة بتقتل كمال، بس هل هيموت كمال وتنتهي الحكاية الحارس على كده؟ الحقيقة لأ، لأن موت كمال كان بيسلم الوريث الجديد لليلة الحارس، وهنا بنشوف كل خيط بدأ في سيوة سنة 82 اتقابل مع خيط في 2019 علشان تكتمل الدايرة الشيطانية، وإن كمال كان مجرد خادم انتهت صلاحيته بمجرد ما الوريث الجديد وصل المكان المطلوب، وطبعا الوريث هو عمر، وموت كمال يعتبر قربان الدم اللي اكتملت به الطقوس. والسؤال اللي يوجع القلب بقى في نهاية الفيلم، هل مليكة هتواجه نفس مصير أخوها عمر؟ نظرات الرعب اللي شفناها على وش يوسف وفريدة في آخر الفيلم بتقول أيوه، وإن لسه الحكاية ما انتهتش، لأن مليكة اتولدت في بيت الشيطان سكن فيه خلاص، واللعنة اللي بدأت في سيوة مش هتقف عند عمر. وبنفهم إن يوسف وفريدة مش بس خسروا ابنهم، لأ دول خسروا مستقبلهم كله، وبقى مجرد حراس لجيل جديد من الشر. وطبعا ما ننساش الفنان الكبير باسم سمرة اللي رغم ظهوره في مشهدين ثلاثة إلا أن أداؤه كان يخض بصراحة. وتقييمي للفيلم هو 7 من 10، وعايزكم تشاركوني الرأي في التعليقات وتقولوا لي رأيكم إيه في الفيلم،
واللي لسه ما شافش ملخص الفيلم هيلاقيه موجود في شاشة النهاية. دوس بس على اللينك وقول لنا إيه رأيك. وفي نهاية الفيديو لو عجبكم النقد والتحليل وعايزين فيديوهات أكتر اكتبوا لي في التعليقات واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد من حوت الأفلام. وفي الختام أحلى سلام من حوت الأفلام.